السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهارده انا هعمل أكلة يعني مش هيلثي قوي ولا مش متعبة يعني. هعمل النهارده حرفيا صدور فراخ جريل. فده طبعا هعملها في طاسة، مش هعملها حتى في طاسة اللي هي مدرجة، أو مش هعملها حتى على جريلا، هعملها في طاسة عادية جدا. لظروف نوعا ما يعني إن أنا ما عنديش طاسة لسه ببدأ إن أنا أجيب الحاجات لسه شوية. بس حرفيا يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة، إن التشيكن جريل ديت ممكن تتعمل بوراك أو صدور. كمان مش هضحك عليكم، انا استخدمت لها حاجتين. اهم حاجه استخدمت لها التوابل بتاعتي اللي هو روزماري وزعتر، بس ناشفين قوي لدرجه ان هم لما ما نشفوش قوي رحت جاي محمصهم في الفرن كمان شويه على درجه حراره هاديه 120 130. وحرفيا خليت العشاء تنشف قوي عشان اقدر انا استخدمها للفراخ. خلينا نشوف هنعملها ازاي، ويلا بينا على الفيديو عشان ما نطولش. بس ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد عبود. يلا بينا على تشيكن جريل.